سان سكرين لوشن من دراكون. ده افضل سان سكرين اقتصادي، وكمان حجمه كبير، حجمه 200 ملي. انا كنت شارياه السنة اللي فاتت. دي مدة الصلاة دي مدة الصلاحية، هتلاقيها مكتوبة هنا، وكمان الكود بتاعه. كان عرض 2 ب300 جنيه، بس انا اشتريته من صيدلية بتبيع بالقطعة ب150. دلوقتي وصل سعره الاتنين ب400، يعني الواحد ب200 جنيه. بس هو يعني قعد معايا فترة طويلة، يعني من السنة اللي فاتت، وكمان لسه موجود فيه كمية كبيرة. دي مكوناته: تيتانيوم دايوكسيد، ايسايل هيكسايل، ميثوكسي سيناميد، هوموسيليت، اوكتوكرولين، وفيتامين اي، وجليسرين، وزيت عباد الشمس، وشمع نحل. تمام. هنا كاتبين، بصوا ايه، هو ملمسه دهني شوية. هنا كاتبين غير دهني، بس لا، النوع العادي ده ملمسه دهني، يعني مش هينفع مع البشرة الدهنية. انا بشرتي عادية، فبحط منه كمية صغيرة خالص، وبرضو بحس بملمس دهني. هنا وكمان كاتبين يتميز بامتصاص فوري بدون علامات بيضاء. هو ده صح فعلا، اول ما بتحطيه على بشرتك بتمتصها وما بيسيبش علامات بيضاء. بس انا زي ما قلت لك، النوع العادي ده مش هينفع مع البشرة الدهنية خالص، وهو ينفع مع البشرة العادية بس. تمام. وهو شكله كده من جوه، بس مشكلته برضو انه في الصيف بيكون سايل لدرجة ان انتي اول ما بتضغطي على ده هتلاقي الكمية طارت منك من غير ما تلحقي. فانتي لازم عشان تستخدميه لازم تحطي ايدك قصاد الفتحة على طول علشان ما يطيرش منك، لان هو في الصيف بيكون ملمسه سايل خالص. كمان عيبه ان المكبس بتاعه ضعيف. انا علشان العيب ده في الصيف كنت بحطه في التلاجة، وكنت مستعجلة وانا جاية اطلعه بسرعة، فوقع مني المكبس اتكسر. فده برضو عيب فيه. بس هو يعني الحلو فيه ان هو لما اتكسر الكمية يعني ما بقتش تخرج من بره، لا، هي لما بتخرج في الحوافي كده. وزي ما قلتلك، يعني انا هجربه معاكم. لما بضغط كده، بس هي عشان مكسورة، لكن لو كانت سليمة كنت هتلاقي الكريم الابيض طار منك. تمام. ده ملمسه، بس في الكمية نزلت من جوه. هو ملمسه خفيف على البشرة وبتمتصها بسرعة، بس بيسيب ملمس دهني، يعني ما بينفعش مع البشرة الدهنية. بس يعني ميزته الوحيدة ان هو ما بيسمرش البشرة خالص. يعني لو حطيتيه على بشرتك وطلعتي في شمس ما بيسمرش البشرة زي باقي الصن بلوك التانيين، او زي يعني ده البديل الاقتصادي لبوبانا سان سكرين. وكمان سعره حلو، يعني انتي روحي الصيدلية ما بتبيعش الاتنين، بتبيع الواحدة بسعر القطعة بسعر العرض. تمام. ده شكله من جوه ده شكله من جوه لما تيجي تحطيه على ايدك. بس هو عشان احنا في الصيف بيكون سايل كده، شوفوا بيختفي بسرعة، بس بيسيب لمعة
وملمسه دهني، يعني مش هينفع خالص مع البشرة الدهنية. بس شايفين يعني البشرة امتصته بسرعة، وكمان مسابش علامات بيضة. بس وزي ما قلت لكم ان العيب بس يعني هو حلو وسعره كويس وكمان بيعيش معاكي، بس عيبه الوحيد ان المكبس بتاعه ضعيف، لو وقع منك هيتكسر. زائد كمان الملمس الدهني بتاعه لما بشرتك بتتعود عليه، لو بطلتيه هتلاقي بشرتك شققت لوحدها، يعني فهماني، بطلت تفرز زيوت الطبيعية بتاعتها، وبقيت تنشف. واستنوني في الفيديو الجاي.